عبد الرحمن اشرف شحاته، اسراء صابر محمد، سهيرة عبد العليم محمد، يا محمود يوسف. ارتكبتوا الوقائع اللي النيابه اسندها اليكم دي؟ لا يا فندم. حصلش. انا ما كنتش اعرف حاجه عن الحاجه دي كلها واسالهم ولا ليا عين بيهم ولا اصلا اعرف الناس دي. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف حاجه اصلا. اساتذه خلاص بقى خلينا. نشأة ايه؟ نشأة محمد بدر. مين؟ الدكتور الثاني سعد. ستة 3 الاستعداد والمرافعة بالنسبة للسادة المدافعين المقيمين سلمتهم صورة من أوراق القضية وجانب صب الأحراز الخاصة بالقضية تلك الجلسة. والتنبيه على الباحث الاجتماعي بالحضور لتلك الجلسة وإعداد التقرير اللازم بالنسبة للمتهمين الأطفال. الثاني والرابع. أنا عاملة لازم معرفة أنا يعني يوم 6/3 عندي جلسة في محكمة منع الشغل، بس أنا مساعدية بالتقارير الاجتماعية للأحداث اللي عملتهم خلصتهم. عايز تبين حضور الأستاذة إذن حضورها؟ اتفضل. طيب حضرتك أنا والله العظيم شكرا. والله العظيم أشهد. سهير نعم مع المستشار. عبد الحليم نعم وعبد الرحمن أشرف. نعم. إيه اللي اتضح عليكي؟ عبد الرحمن، بالنسبة لعبد الرحمن وسهير مع المستشار الاثنين ضحايا تفكك أسري، حيث ان عبد الرحمن والده ووالدته منفصلين بالطلاق منذ الصغر، وعبد الرحمن ما يعرفش حاجه عن والده. حاضر. من سن 5 سنوات. حاضر. بالنسبه مع المستشار عبد الرحمن وسهير يعتبروا ضحايا تفكك اسري، حيث ان عبد الرحمن والده انفصل عن والدته وهو عنده 5 سنوات، لا يصرف على الاسره ولا يعرف عنها حاجه. والدته بتعمل عامله نظافه براتب 3000 جنيه. عبد الرحمن بيشتغل خراط، هو ترك التعليم نتيجه للظروف الصعبه بتاعت الاسره، الظروف الاقتصاديه الصعبه، وبيشتغل خراط بيوميه 100